السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بتفور العيد يا جماعة ناعم وجميل ودايب كده، وفي نفس الوقت فيه جرشة خفيفة، في منتهى الجمال. تعمليه في البيت يوفر عليك كتير قوي في أسعاره، وخصوصا إن هو متفنش تفنيش جميل، حاجات غالية جميلة كده نظيفة، بيوفر عليك والله. نجرب كده في البيت. يلا يا جماعة، معايا 400 جرام زبدة، أي زبدة أنت بتفضليها. نجيب 400 جرام تكون بدرجة حرارة التلاجة، برودة التلاجة. لو جبتها بدري حطها قبلها بساعتين ولا حاجة. معايا 175 جرام سكر بودرة. معايا كيلو دقيق، نص كيلو دقيق، 500 جرام. معايا صفارين بيضة وفانيليا. نبدأ يا جماعة بضرب الزبدة. زي ما قلت لكم الزبدة بتكون محطوطة في التلاجة قبلها بفترة علشان تطلع متماسكة، ما تسيبش معانا في أثناء الضرب. ولما نضربها بالطريقة ديت نبدأ نحط، خلاص نعمت، نبدأ نحط 175 جرام سكر. يبقى قلنا 400 جرام زبدة عليهم 175 جرام سكر، نحطهم ونبدأ نحط معاهم الفانيليا ونضربهم لغاية برضو ما يمتزجوا سوا ويدولنا عجينة ناعمة جميلة كده. نبدأ نضيف صفارين البيض ونضربهم معاهم برضو لغاية ما يمتزجوا، ما نزودش في مجرد دقيقة أو نص دقيقتين. نبدأ بعد كده نضيف الدقيق. ما العجينة دي ما بتتعجنش يا جماعة، نبدأ نقلبها كده بالراحة، ناخد وندي معاها من غير اهي تفرك كده، من غير عجين، لغاية ما تتجمع مع بعضها. العجينة تعرفي انها مظبوطة لما تتجمع ويبقى فيها تلزيقة خفيفة. العجينة هتتجمع معانا هي يا جماعة. بعد كده هاخد منها قيمة معلقة أو معلقة ونص، نحط عليهم، نضيف عليهم معلقة كاكاو سادة، ومعلقة زيت أو أقل من معلقة الزيت، علشان يعادل المادة بتاعة الكاكاو. ما تحطوش مية يا جماعة، هي معلقة أقل من معلقة زيت مع معلقة الكاكاو بتعوض معاه. دمجناها مع بعضها هي. بنبدأ بعد كده أنا هستعمل الكيس القماش. بصراحة بعد ما استعملته شوية رجعت تاني غيرته بكيس بلاستيك. كيس القماش مش محبب يا جماعة. بدأت ان انا اشكل الوتوفور بتاعي اهوت. بدأت حطيت كمان فوق من كل بوتفورة برضو شكلت بحتة من اللي فيها كاكاو عشان تديني شكل ومنظر جميل اهوت. وسويته يا جماعة على درجة حرارة حوالي 160 على الرف اللي فوق الوسطاني. ما خدش حوالي 8 دقايق 10 دقايق، ما كملش. بعد ما طلعت هنبدأ بقى نفنش ونزوق فيها. أنا جايبة شوكولاتة دارك، هسيحها أعمل على حمام بخار. ما أحط باكل الشوكولاتة ده بحط له معلقتين 2 زيت بس، وسيحته على البخار. تحطوش يا جماعة على النار مباشر. بعد كده حطيت، بدأت أفنش بقى في البوتفور بتاعي بأي طريقة أنت عايزاه. بدأت معايا كمان مربى توت. أنا ببقى أعمل بمربى مشمش. السنة دي عملت بمربى توت. بدأنا بعد كده نغطس ال- البيتوفور، أحط كل 2 بينهم وبين بعض آه، قطعة مربى،
ومعايا فارماسي كمان يا جماعة، فارماسي شوكولاتة وفارماسي ألوان. وشكلنا، وكل سنة وانتم طيبين ويعجبكم ويكون فيه شير ولايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.